السلام عليكم ومرحبا بكم. مبروك العواشر ومبروك رمضان. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال واحسن الظروف. اليوم غادي نتقاسم معكم طريقتي اللي كنتبعها دائما في الحريره. نتوما كتشوفوا الحريره كتجي غزاله، نتوما كتشوفوا نقدموها مع الخبز ديال المقله اللي حتى هو مشاركه معكم في القناه. الحريره كتجي زوينه رائعه. ولا اروع. تابعوا الفيديو من الاول حتى الاخير باش تشوفوا الطريقه اللي كنتبعها في هذه الحريره. ماشي شي تعقيدات، سهله، طريقه سهله، اسهل طريقه ممكن تشوفوها في تحضير الحريره. بالصحه والهنا. على بركه الله ندوزو نشوفوا المقادير. القوام اللي غادي ندير في هذه الحريره كاي حريره مغربيه كنديروها بطبيعه الحال. عندنا الكرافس، الربيع، قزبر ومعدنوس، طماطم، بصل، حمص والعدس شويه وصافي تاع العدس ماشي بزاف، واحد الكميشه اللي فزقتهم ليله قبل، طماطم مطحونه، شويه تاع اللحم اختياري اللي ما عندوش، اللي ما متوفرش عنده بلا ما يديرو. درتها بزاف د المرات بلا لحم وجات زوينه. مغروفه تاع السمن صغيره عامره نصبوا بها ومن بعد نزيدوا شي شويه. بالنسبه للعطريه، العطريه كل واحد يدير العطريه اللي كيرتاح فيها. انا دائما كنقولها هذه، اي عطريه عندكم كتعجبكم وكتجيكم الحريره بها زوينه ديروها. يعني ما راكمش ملزمين تقيدوا بهاد العطريه اللي غادي ندير انا. هنا عندي شويه تاع ضما ديال البنه، شويه تاع البزار، شويه تاع الملون، كرويه كبابه، عماد ديال القرفاغه صغار شويه، عندي النعناع البلدي مطحون، وعندي شويه تاع الكمون حتى هو حبوب مطحون. بالنسبه للملحه ما غاديش نديرها دابا في النصيب حتى نبغي ندور وديك الساعه نديرها ان شاء الله الرحمن الرحيم. الجميل في هذه الحريره ان شاء الله وهي كلشي غادي نطحنوه في الطحانه الكهربائيه، باستثناء الربيع اللي كيعجبني نقطعو بيدي، كيعجبني يبان في الحريره. غادي نطحن الكرافس مع الطماطم مع البصله مع شويه تاع الماء، كلشي ندورو في الضرب الكهربائي ومباشره في القدره اللي غادي نصب فيها بطبيعه الحال. كلشي دفعه واحده. ديك الساعه غادي ندير اللحم، ندير الطماطم، ندير العطريه ديالي، ندير الخليط اللي طحنته، ويبقى لي غير الربيع هو اللي غادي نقطعو بيدي. الا بغيتو، الا كان كيعجبكم بطبيعه الحال الربيع يبان، الا ما كانش كاين شي ناس ما كيعجبهمش الربيع، الخضره الربيع وداك الشيء يبان في الحريره، كيدوزو كلشي في الطحانه. دوزو كلشي في الطحانه وتهناو. جميع المكونات حطيتها في الكوكوط. عاد نضيف ديك الربيع اللي قربت، وهذا الخليط ديال الكرافس والبصله اللي طحنت والطماطم، وهذا، وعادي نروي بالماء عادي بارد. ونسد على الكوكوط. من تبدا تفرفش نحسب 25 دقيقه وغادي تكون الحريره ديالنا واجده باش ندوروها. الحريره ديالنا ها هي طابت. دابا غادي ندوز باش ندورها. قبل ما ندير الطحين غادي ندير واحد الكاس ديال الماء بارد، ها هو، باش ملي ندير الطحين ما يتكورش وما يتعجنش. كناخذ الدقيق، واحد 5 ديال المغارف ديال الدقيق، كنضيف عليهم مركز الطماطم نتوما كتشوفوه، شويه تاع واحد مغروفه كبيره ديال مركز الطماطم باش يعطي اللون، شويه تاع الملحه، شويه تاع الملحه والماء وضرب صافي. غادي نخلط حتى ما يبقاوش يبانوا ديك الكويرات الصغار. نغطي هذا الخليط بالفيلم اليمونتير، بالبلاستيك الغذائي، ونخليه حتى نحتاجو. بطبيعه الحال غنكون محتاجه الشعريه اللي كندور بها. الدقيق ديالي اللي كنت وجدته معكم من قبل صفيته. دابا غادي نصب نتوما كتشوفوا بالشكل هذا، ونحرك في نفس الوقت.
اللي كتعجبو جاريه يخليها شويه جاريه، اللي كتعجبو شويه ثقيله يخليها ثقيله. الشعريه حتى هي غادي نضيفها في هذا الوقت، غسلتها لان عندي ديك الشعريه شويه الغليظه، يلاه تجي نيشان مع الطياب. وبطبيعه الحال الملحه على حسب الذوق. الحريره ديالنا هي كتغلي وتعاود، نتسنى عليها حتى تغلي مزيان حتى ما تبقاش فيها الريحه تاع الطحين. الحريره ديالنا ها هي واجده صافي. دابا عاد نضيف هذاك الربيع اللي قطعته، كيخلي فيها واحد النكهه زوينه، تحريكه خفيفه. كما قلت لكم اللي كتعجبو البيضه في الاخير يضيفها، اللي ما كتعجبوش، انا ما كتعجبنيش ما عاديش نديرها. صافي غادي نسد على الكوكوط ونحطها ان شاء الله.